السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لا أدري هل العرب لديهم ذاكرة السمك أم أنهم أصابهم الزهايمر. اليهود الذين يقتلون والصهاينة الذين يقتلون أطفال غزة الآن قتلوا أطفال مصر في مدرسة بحر البقر، وقتلوا أهل سيناء، وقتلوا الأسرى المصريين في جزيرة شلوان، وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ في جنوب لبنان، وقتلوا سكان الجولان، وقتلوا سكان أغوار الأردن. هؤلاء الصهاينة لم يتورعوا أبدا عن قتل العلماء العراقيين في المفاعل النووي العراقي. قتلوا كل من أدركوا أنه له فائدة علمية عند العرب في كل مكان. تسللت مخابراتهم إلى العلماء العرب في كل بقاع الأرض وقتلوهم. هؤلاء الصهاينة لن يكونوا أبدا جيران مسالمين للعرب ولا للمسلمين في يوم من الأيام، لم يكونوا ولن يكونوا.